من ألاعيب البشر. ليس هناك أديان سماوية، وإنما الدين عند الله واحد، الإسلام من لدن آدم إلى أن ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولم ترد كلمة الدين في القرآن ولا في السنة إلا مفردة، لم تأتي مثناة ولا مجموعة. فحكاية الأديان السماوية أكذوبة. هل يعلم الأخ أن طلائع الاستعمار كان القسس، وأن المستشرقين الذين عبدوا الطريق للاستعمار ولغزو العالم الإسلامي ولتغريب المسلمين عن دينهم كانوا أصلا رجال دين؟ هل يعلم أن المحرضين على الحروب الصليبية وناشري الحقد على الإسلام في أوروبا كانوا رجال دين؟ مع أي رجال يتحدث؟ رجال دين من؟ مع من نتحاور؟ ثم هذا الحوار كما ورد في المقدمة حوار الحمل مع الذئب، والحمل هو الطرف المسلم والذئب هو الطرف الآخر. فلأن المسلم مقيد بقيود، أول قيد منها أن دينه يلزمه بأن يعترف بموسى ويعترف بعيسى ويعترف بالإنجيل المنزل وبالتوراة المنزلة، وليس على الجانب الآخر ما يلزمهم بهذا الاعتراف. المثل العربي يقول أنت تائق وأنا مائق، فمتى نتفق؟ بين الإسلام وبين المسيحية وبين اليهودية تناقض أساسي في أصل العقيدة. عقيدة الإسلام توحيد والتنزيه المطلق. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقابلها باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد. من يستطيع أن يوفق بين المتناقضين؟ استحالة. القرآن يقول ليس كمثله شيء، والنصارى جعلوا الإله بشرا يأكل ويشرب ويدخل بيت الخلاء، واليهود شبهوه وجسموه. تناقض غير قابل للحل. ثم ما هي الأخلاق المشتركة؟ أخلاق الزنا والإباحية، جميل. أخلاق الشذوذ، أخلاق تزويج الرهبان في الكنائس، العقد للرجل على الرجل، إباحة إنجاب المرأة دون زواج. هذه الحضارة؟ هذه حضارة التي يتكلم عنها الأخ؟ هذا سقوط إنساني وصل إلى حمأة أدنى من حمأة الحيوانية. نحن نريد أن نضع الأمور في نصابها. أنا مسلم، من حقي أن أقول الإسلام هو الحق، براهيني كذا. ما عند الآخر أنا أعتقد دون تجريح ودون سباب ودون أي لون من التعدي باطل. وعندما نتحدث عن طالبان وعن المقاومة في العراق وفي فلسطين، متطرفون مجرمون يذبحون، لابد أن نضع الأمور في نصابها. هذا جهاد إسلامي مشروع. وقضية المسلمين التي يجب أن يعيها إخواننا أن هناك محظورات ثلاثة يحظرها الغرب على المسلمين. أولها قيام وحدة من أي نوع على أي مستوى في العالم العربي أو الإسلامي. 2 منع قيام قوة ذات بأس في أرض الإسلام. الأمر الثالث الممنوع قيام نظام إسلامي يحمل راية الإسلام تحت أي شعار وبأي مستوى، وهذا هو ما وراء ضرب طالبان. طالبان غزت أمريكا. هل ينكر الأخ حق الأفغان وحق طالبان وحق العراقيين وحق الفلسطينيين والصوماليين وكل من احتلت أرضه أو سلبت حقوقه أن يجاهد ويقاوم ويقاتل بكل السبل؟ فإن عصفورا واحد يغرد للسلام والمحبة والتسامح بين المسلمين والمسيحيين كفيل بعودة الربيع. هذا هو حوار الأديان باختصار. هذا حوار الأديان قبعة يراد تغطية كل جرائم الغرب ضد المسلمين في الحروب وفي التنصير وفي الغزو الفكري وفي التغريب. يا أيتها النفس المطمئنة. وتسقط مقولة لعن الله اليهود والنصارى أحفاد القردة والخنازير، ونقول فليحيى الحب بين الأديان. أي حب يا رجل؟ أي حب تتحدث عنه؟ أنت أصدق أم الله الذي يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ لا تحاول تأويلها، لا تستطيع. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى إلا إن تخليت عن دينك ودخلت في دينهم. كلام من يعرف النوايا
ويطلع على الباطن والظاهر ولا تخفى عليه خافية من ألاعيب البشر. ليس هناك أديان سماوية، وإنما الدين عند الله واحد الإسلام من لدن آدم إلى أن ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولم ترد كلمة الدين في القرآن ولا في السنة إلا مفردة، لم تأتي مثناة ولا مجموعة. فحكاية الأديان السماوية أكذوبة. هل يعلم الأخ أن طلائع الاستعمار كان القسس، وأن المستشرقين الذين عبدوا الطريق للاستعمار ولغزو العالم الإسلامي ولتغريب المسلمين عن دينهم كانوا أصلا رجال دين؟ هل يعلم أن المحرضين على الحروب الصليبية وناشري الحقد على الإسلام في أوروبا كانوا رجال دين؟